شهر العسل انتهى. The honeymoon is over بين صلاح وكلوب يورجن كلوب المدرب بتاعه في ليفربول. ايه اللي حصل لصلاح وكلوب؟ ايه الموضوع يا محمد صلاح؟ اول مرة نشوفك بتتنرفز على المدرب كده وبتتناقشوا مع بعض وهو بيدخلك تلعب في ماتش ويست هام يونايتد والدنيا كانت مولعة والتعادل 2-2 ليفربول ويست هام يونايتد. عمرنا ما شفناك فاقد اعصابك كده، عمرنا ما شفناك بتخش في مجادلة ومشادة كده وهيتد كونفرسيشن مع المدرب بتاعك. ايه اللي حصل يا ابو صلاح؟ ايه الدنانير السعودية والريالات ابتدت تغريك خالص ولا ايه؟ دماغك ابتدت تلعب وتروح بعيد في الدنانير والريالات، ولا خلاص شهر العسل انتهى؟ معروف ان محمد صلاح لعيب ذكي ومجاهد ومكافح وكلنا بنحبه وفخر العرب وبنعزه وكل حاجة، بس واضح لما الامور في اخر 4 ماتشات لليفربول مش ماشية تمام، هزيمتين وتعادل وفوز، ولقب الدوري الانجليزي ابتدى يبعد عنهم، ومانشستر سيتي وارسنال شارخين خالص، وفرق النقاط ابتدى يزيد بين ليفربول والمنافسين. فواضح ان ابتدت تظهر مشاكل على السيرفس وعلى الساحة وبين كلوب وصلاح. وطبعا كلوب نفسه صلاح ينزل يجيب له 5 6 جوان في كل ماتش، والتاني بيقول له اعمل لك ايه وانت منزلني امتى ويا خيبتها ويا حوستي السودا ياما. ويعني زي ما شفنا كده كانوا هيضربوا بعض، وفكرنا بحسن شحاتة وميدو وحسن شحاتة وشيكابالا قبل كده. فواضح ان لعبة الكورة دي لعبة مش بسيطة، ساعات الواحد فعلا بيفقد اعصابه. بس يا صلاح ارجو ان ما تكونش الدنانير والريالات السعودي واكياس الفلوس والذهب هي اللي مأثرة عليك ومخلية دماغك تروح لبعيد وتبتدي تزهق من ليفربول. انت عملت وصنعت اسم جامد جدا وقوي ليك في ليفربول وانجلترا، وعايزينك حتى لو مشيت للسعودية عشان تلعب مع رونالدو بقى ونيمار وكده، تسيب ذكرى طيبة وحلوة في انجلترا اللي بيقولوا عليك دايما مو صلاح مو صلاح. أعزائي المشاهدين، كل الدعم وكل الحب والتحية لنجمنا فخر العرب محمد صلاح، ويا رب الدنيا تهدى بينهم ويقعدوا ويعملوا جلسة عرب كده حلوة وتصالح وكوبايتين شاي العروسة بالنعناع ويظبطوا الدنيا إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، شهر العسل شكله انتهى بين صلاح وكلوب، وياما هنعيش وياما هنشوف. شكرا لحسن المتابعة، كل سنة وانتم طيبين. ميرسي.